النادي الافريقي تحولوا اليوم لدورة المتوسط وحضور حفل تتويج فريقهم بالبطولة، لكن منذ البداية كان الخوف ظاهر على الملاعبية، وفي المقابل الترجي الجرجيسي تخلى المباراة من غير ضغط. الافريقي يحاول التهديف، الموهبي يتحرك ويصنع الخطر، لكن تسويبته فوق المرمى. تماسكه ويتنفذ، الكرة تخلط للذوادي، لكن كورته الرأسية من غير صعوبة على الحارس بعبورة. الموهبي يتحرك برشا، اعتمد على مهاراته، بحث على مغالطة الحارس بعبورة اللي بامتياز وبمساعدة القائم فسخ هدف محقق. الدقيقة 26 هجوم معاكس للترجي الجرجيسي، وسام معرف من غير فلسفة غلط الحارس عادل النفزي. هدف فاجأ الجميع في سيناريو ما كانش منتظر، وأثر على معنويات لاعبي النادي الإفريقي اللي لاح على أدائهم الارتباك. الترجي الجرجيسي قدم شوط أول متميز، كرة سهلة، تمريرات قصيرة، وبحثهم كان متواصل على إضافة هدف ثاني. أبرز فرصة للإفريقي هي كرة الذوادي اللي مرت جانبية. البوشتوبجي مصاب خلى مكانه للزعلاني، وضغط الإفريقي ارتفع مع نهاية الشوط الأول. ودفاع الترجي الجرجيسي أظهر استماتة كبيرة. الفرص تعدت لأبناء عبد الحق بن شيخ، لكن التسرع وقلة التركيز خلى أبناء جرجيس يعودوا لحجرات الملابس منتصرين بهدف لصفر. الشوط الاول ممتاز للترجي الجرجيسي. والله حضرنا الماتش من الناحيه النفسيه، اللاعبين جاوبوا يحبوا يعدوا ماتش باهي. انا بلا سمعت الترجي الجرجيس على جهه كامله عدوا 45 دقيقه باهيه، ان شاء الله يكملوا دوزيام ميتان هكاهو احتراما للميثاق الرياضي وكاهو. بدنيا الترجي الجرجيسي قادر انه ربما يقف 90 دقيقه. صعيب حسب ما شفت الخدمه اللي خدمها جمعه كامله مع سير اسعد، صعيب باش ينجم يكمل. هذا كان مخوفني. هذا شخصي لا شيء كاي مباراه شنو في جرجيس ما عملناهمش هكا كيف. Il ne faut pas se précipiter. En première mi-temps, on n'a fait que balancer. On va essayer de poser le jeu, faire courir le ballon assez rapidement et essayer de marquer. السؤال اللي كان يطرح نفسه بإلحاح قبل انطلاق الشوط الثاني هو بنى وجه باش يظهر النادي الإفريقي، وهل يقدر الترجي الجرجيسي على الاستماتة في الشوط الثاني؟ الإفريقي حاول عن طريق الريفي وكورته جانبية. 4 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني الحارس بعبورة يخرج ويخلي مكانه لزميله مكرم دبوب. جمهور الإفريقي يعبر عن عدم رضاه على لاعبيه، مخالفة ينفذها الزعلاني وكورة الموهبي فوق المرمى. الدقيقة 52 الذوادي يراوغ ويسقط في منطقة الجزاء، والحكم السويسري كلاودي شوتا ما يترددش في الإعلان عن ضربة جزاء. وسام بن يحيى في أصعب مهمة ينفذ، يسجل ويعدل النتيجة. هدف وسام بن يحيى أعطى شحنة معنوية للاعبي النادي الإفريقي اللي زادوا في ضغطهم بحثا على هدف الانتصار والاطمئنان، وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 62 عن طريق وسام بن يحيى مرة أخرى، لكن الحكم السويسري ألغى الهدف بسبب وجود مخالفة. في هالوقت النجم يسجل في شباك الترجي ووجهة اللقب تتحول لسوسة. الترجي الجرجيسي كان بإمكانه أيضا مغالطة الحارس النفزي مرة أخرى، لكن كورة زياد بوشنيبة فوق المرمى بقليل. بوكونغ ياخذ مكان العواضي. الدقيقة 75 تبعوها العملية، مخالفة للترجي الجرجيسي في يد الحارس النفزي كرة طويلة مباشرة ليوسف الموهبي كان مصر اليوم على التهديف ونجح في مغالطة الحارس دبوب، واللقب يعود مجددا للإفريقي. الحكم السويسري يقصي مساعد مدرب الإفريقي نبيل الكوكي. المهم بالنسبة للإفريقي في مباراة اليوم كان بدون شك تحقيق الانتصار.
زملاء الأسعد الورتاني حقوا مبتغاهم ولو بشيء من الصعوبة، وأدائهم ما تحسن كان في آخر المباراة. لكن بالنسبة للأحباء الأحمر والأبيض كان شيء واحد مطلوب اليوم، هو اعتلاء منصة التتويج في آخر المطاف، وكله يهون من أجل اللقب اللي غاب على فريق باب جديد 12 سنة. حقيناها مع جدارة، عملناها ولا ضيعناها. معناها ما كنتش بنقولها بامانه توا. معناها اكيد نبدا الناس اللي تخدم معاك ما تمنش عمرك ما توصل. عبد الحق بن شيخه امن، ولو حتى في بعض المقابلات ما كناش واقفين بالكدا، ولكن الاولاد كانوا معناها عندهم عزم كبير على اليوم، خاسرين واحد بشيء قاتل البونتو نتاعهم. وقلت من الجماعه الاخرى، قلت ان شاء الله ربي يصحفنا، لانه هما باش يلعبوليش ضغط ولعبوا الكره للكره، ويا ربي لك الحمد اللي ذبحناها على التيران وكها، وان شاء الله نعاودوا نرجعوا لمجد النادي الافريقي. فين هذا صاحب بلال العيبه لازم يجي صاحبنا بشامبيونات اليوم. ان شاء الله مبروك علينا الكل ان شاء الله. والله فرحه ما نجمش نوصفها، فرحه كبيره الحمد لله. 14 سنه فرحه نهديها، تعرف الجمهور الغالي ده كل اللي حاضر واللي مش حاضر في كل جهات الجمهوريه. في ربع ساعه الاولى دخل فينا الشك، الحمد لله اللي انتصرنا وفرحنا الجمهور العزيز الغالي اللي يمكن اكثر من 60,000. ان شاء الله نكملوا هكا وربي يوفقنا. نادي الافريقي برهن اليوم اللي فريق نتاع القاب، تعبنا معايا في الماتش هذا برشا. الحمد لله يا ربي معناها نادي الجمهور هذا، نادي الانتصار هذا للجمهور العزيز الغالي هذا الكل. الحمد لله جات معناتها بسيناريو ممتاز برشا. جرجيس سجلت في الشوط الاول، صعبت المقابله ولات فيها اكثر حماس. الحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله ديما هكا ان شاء الله. راك تشوف الله يبارك 60,000 كليبيس دايرين. بالوقت بدا دخل شويه شك، لكن في لاميطا النادي الافريقي قلت لهم مستحيل يخرجوا الناس هذو غضبانين، مستحيل يخرجوا الناس هذو غضبانين، غير الموت اللي تخلينا باش الناس هذو يغضبوا علينا. قلت لهم تسيلوا فوق نقتلوا روحنا، نقتلوا روحنا، رجعوا في الماتش. شابو. الحمد لله يا رب اللي كذبنا برشا قويين. معناتها توت الاسمان نسمعوا في كلام، معناتها هاي جرجيس واخذه فلوس من الاتوال، هاي جرجيس باش تبيع للافريقي. الحمد لله جرجيس اكبر من الاقاويل هذه كل، واكبر مننا باش تساوم في نحن نلعبوا الكره للكره. الحمد لله يا ربي فهنا ذلك على الميدان. مكرم ما عرفناكش، مدرب حراس حارس ما فهمنا شيء. والله نبدا بالمراحل، يعني حارس ومن بعد مدرب حراس، وفي اقبل اوقات مدرب اول. اليوم فريقنا قدم مقابله طيبه وظهر اللي عنده امكانيات طيبه، وان شاء الله مبروك للنادي الافريقي وحظه في النجم الساحلي، وان شاء الله ترجي الجرجيسي بالوجه المسرب هذا ان شاء الله الموسم المقبل يرجع بسرعه للرابطه الاولى ان شاء الله. بريمير ميتون تكمل معنا الشوط الاول، تكمل خسرانه 0 وتطلب على التيتر. معناها لازمكم اللاعبيه عندهم قوه شخصيه كبيره، وعندهم معناها عندهم ثقه في الواحد كبيره برشا، وبرود دم معناها بكيفيه كبيره باش نجم ترجع في المقابله. والحمد لله اللاعبيه زي ميتون لعبوا اللعب نتاعنا اللي قلنا لهم العبوا اللعب نتاعكم، اللعب نتاعنا اللي متعودين بيه نربحوا.